السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. يا رب تكونوا في أفضل حال يا رب. يرضيكوا كده أصحى من النوم ألاقي مواعين قد إيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الحوض عامل إزاي؟ بصوا، رهيب. يلا بينا بقى نخلص على ونشطب على الحوض ده ونشوف ورانا إيه. يلا حبايب قلبي، هنسمي الله بقى ونبدأ إيه. نشطف الأول الكوبايات. أنا ما بحبش كوبايات أحطها في قلب الحوض بصراحة عشان الزفرة والكلام ده كله. أنا أول هشطفها كده، انزل منها اي كيف شاي اي حاجه، احطها على جنب، ببدا اطلعها من الحوض. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا النبي عليه اشرف الصلاه والسلام، عشان شغلنا يخلص بسرعه ويبقى حياتنا كلها كده بركه ونومنا كله بركه. انا طبعا كنت يعني الحوض كان نضيف من بالليل، مش مخليه فيه اي حاجه. ودايما خلي كده قبل ما تنام لازم شطب الحوض بتاعك عشان ما يبقاش في مواعين، يبقى نفسي كده مرتاحه من الاول اليوم ما فيش اي حاجه. فضي بس الجهه دي عشان اقدر اغسل مواعين، ما يبقاش الدنيا مكركبه قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط صابون سائل. انا بجيب صابون سائل اللي هو السايل ده وباخد منه نوع حلو قوي قوي وريحته حلوه جدا. شغل الميه الدافيه عشان اي زفره او اي حاجه تنزل معايا، والكوبايه تبقى زي الفل كده وتلمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. اول حاجه تبدأي بيها هي الكوبايات، ما تحطهاش ابدا في الحوض عشان الزفاره ولو في اطباق او اي حاجه. ده عامه لما تيجي تغسلي المواعين، لكن طبعا الافضل ان ما يبقاش فيه مواعين. انا حتى ما باجي اعمل الاكل ولا حاجه يبقى ايديا في المواعين وانا بعمل الاكل، بحيث ان انا اخلص ما الاقيش مواعين خالص عندي. شويه على الاطباق. بسم الله. علموا ولادكم دايما قبل ما يناموا لو في اي حاجه في الحوض يشطبوها، ما تصحيش تلاقي مواعين زي حالاتي كده في قلب الحوض.
اي طبق فيه بواقي اكل ولا حاجه حاولي انت تفضيه كده وتنقعيه عشان لما تيجي تغسليه يبقى سهل عليك. خلصت بقى الاطباق اللي قدامي ورحت جبت من الناحيه الثانيه اطباق ثانيه. شغاله الميه سخنه عشان تنزلي اي زفاره. المشكلة عندي ان الحوض تسليكه ضعيف جدا بيتسد كل شوية فلازم اسلكه. خلصت خلاص كل الاطباق. دي بقى في الحاجات الفرعية بقى. عندي العلبة دي بحط فيها الجبن، جبنة رومي بقى جبنة بيضة عشان ليها غطا وكده فبحطها جواها. المصفى دي بقى بحب اغسلها بالسبونج او ليفه عاديه عشان لو غسلتها بالسلكه بتخش بقى في قلب الاخرام دي السلك وتعلق فيها بقى. فبحب اغسلها بالليفه العاديه مش بالسلك. ده الغطا بتاع العلبه. حبايب قلبي نغسل بقى الازايز. هو تغسلوا الازايز بسلك المواعين، غسل بليفه كده عشان السلك ما يبقاش عند بق الازازه ولا حاجه ويكون شابك فيها لا قدر الله حد بيجي يشرب تنزل في معدته ولا اي حاجه. احنا طبعا بنشطفها كويس كل حاجه بس برضه ممكن يكون متعلق فيها سلك ولا اي حاجه. يلا الروتين تحت ايدي بقى كل واحده شاطره كده تقوم تغسل المواعين اللي عندها وما تبيتش مواعين في الفرن، مع ان هي تصحى برضه تلاقي مواعين ان شاء الله. فكله خلص مواعينه قبل ما ينام. حتى لو صحيتي لقيتي هتلاقي مواعين بسيطه قوي مش هتلاقي مواعين كتيره كده.
تاني قرب ما نخلص يا حبايب قلبي. انا جايبه السلكه اللي هي الستانلس دي للحاجات اللي هي الناشفه اللي ما بتطلعش بسهوله معايا، بتطلعها بمنتهى السهوله اهو. خلي بالنا واحنا بنغسل السكاكين. ندخل بقى على الحلل ونخلصها هي كمان. الحلل طبعا دي عايزه دعكه وهي سخنه كده ونشغلاها. طول ما ايدك فيها هتفضل زي الفل. انا حاطه الحته دي عشان خاطر اي ميه ولا اي طرطشه ولا اي حاجه ما تغرقليش الهدوم اللي انا لابساها. لو ما عندكيش مرياله زي حالاتي كده، المرياله بتاعت الحوض اتبهدلت خلاص بقى، يعني بقى كان بقى لها كتير وكده وما جبتش واحده بدلها، فانا حاطه الحته دي عشان ما تغرقليش، ما تنزلش على المطبخ لانه خشب وما تغرقنيش انا كمان. بسم الله.